كان الإخوان المسلمين في هذا الوقت يريدوا أن يؤثروا على احتمال الثورة ويعملوا من نفسهم أوصية على الثورة، واختلفنا وأعلنوا الحرب علينا وأطلقوا عليها الرصاص في سنة 54 يوم 26 أكتوبر في اسكندرية، وبدأ صراع واعتقل أعضاء الإرهاب في حزب الإخوان المسلمين. اصطدموا معانا بعد الحاجات دي، وبدأ في 54 بالتضليل تحت اسم الدين، وبدأوا محاولة الاغتيال، وفي نفس الوقت حكموا بمحكمة الثورة. في سنة 65 مسكنا مؤامرة الإخوان الجديدة، الجهاز السري وخطط الاغتيالات والتدمير وكلام الواحد أما يشوفه ويستغرب، يقولوا إن كل هذا الشعب شعب كافر ومحدش مسلم غيره، وهم عليهم إنهم يستولوا على السلطة وربنا اللي يحكم مش الإنسان اللي يحكم. طب المرشد أكبر واحد فيهم هو خليفة الله وهو رسول الله، وإحنا كلنا كفرة، مش احنا بس، كل العالم، كل الدول العربية حتى اللي هم قاعدين فيها النهاردة، وكل الدول العربية دي كافرة بملوكها برؤسائها بكل واحد فيهم كافر. ده الكلام اللي قالوه، وما حدش مسلم غير الإخوان المسلمين. دي دعوة الإخوان المسلمين، كلام كله تضليل وكلام كله تجارة بالدين. محمد مرسي خط أحمر، بمعنى اللي هيرشه بالمية هرشه بالدم. لكن هذا الذي يحدث في سيناء ردا على هذا الانقلاب العسكري يتوقف في الثانية التي يعلن فيها عبد الفتاح السيسي أنه تراجع عن هذا الانقلاب وأنه صحح الوضع ورده إلى أهله وأن الرئيس يعود إلى سلطاته. انتوا فاكرين ان الناس دي، انا قلت لكم مره قبل كده، يا هنحكمكم يا نقتلكم، اختاروا، يا تتحكموا يا تتقتلوا. ها صحيح، انا بالنسبه لي ممكن اتقتل، ما عنديش مشكله. ايوه انا بقول لكم كده، انا مستعد اتقتل وهقابل ربنا، وهقابل ربنا باللي انا عملته، هقابل ربنا باللي انا عملته. تاني بقول، يا هتتحكموا يا هتتقتلوا. هم ما بيعرفوش يبنوا، بيعرفوا يهدوا بس. احنا نبني وهنبني، وده تحدي.